سؤالين بسؤالين، ليس لك جائزة، لكن ربما هي جائزة ترضية. هذه هي. أنا كنت بدي لكن عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أغلى المتابعين. طبعا في هذا الفيديو حبينا نرد على مذيع قناة الجزيرة خوري الذي أمس استهان بالمواطن والمشجع اليمني الذي تحدى الكمبيوتر الذي أطلقوا عليه الإعلاميين في المجلس بأنه كمبيوتر المونديال، جوجل المونديال، يعني معلومات خرافية. ولكن الغريبة بأنها سخر منه المذيع، يعني بأسئلته أولا، وثانيا بالجائزة. هو ما جاش محتاج جائزتك، أنت الذي استضفته في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء، لذلك يجب عليك احترامه. عيب عليكم، هو جاء ضيف والضيف يجب عليكم احترامه، وهذا ليس من أخلاق المذيع. ويعني أنت أمام العالم الآن نزلت من قيمتك بهذه الاستهانة. يعني بالله عليكم لما يسأله عن سؤال ويجاوبه بإجابة صحيحة ثم بعد ذلك يقلبها يقول لك من هو كان حكم الراية. عيب، احترام الضيف، عنده معلومات أفضل منك. معك طبعا 20 قناة معاكم لا توجد فيها مع المعلومات التي يختزنها هذا المشجع اليمني عبد القادر اليافعي. لذلك اخزوا على أنفسكم، واليمن هم معروفين طبعا. احنا اليمن، واسأل التاريخ يا مغرور، أخلاقنا دائما 10 على 10، لا يمكننا نخرج حرف واحد زور. كلامنا متزن بالحرف والنبرة، فينا إبا والإبابة للإبا مسرور، فينا شموخ الحيود الصلبة الحرة. يا من تطاولت قولك دائما محصور، تسقط لوحدك وتبقى في الحياة عبرة. والله ان قلبي من اوضاع العرب مقهور، نعادي البعض رغم اوضاعنا المرة. يا كل اعلامي نصيحة لاقدك مشهور، حافظ على مبدأ الاخلاق وتحره، واجعل من الحب والاخلاق لك دستور. قال المثل دائما ما تسلم الجرة. وسلامتكم.